السلام عليكم. مرحبا بكم متابعي ومتابعات قناة نجوميات. شهد الوسط الفني في عام 2023 عدة حالات طلاق بين الفنانين، وقع بعضها في هدوء، بينما وقع البعض الآخر بحالة من تبادل الاتهامات بين الطرفين. وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز حالات الطلاق بالوسط الفني التي وقعت في النصف الأول من عام 2023. تامر حسني وبسمة بوسيل. بتاريخ 27 أبريل 2023 وبشكل مفاجئ، أعلنت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل عن انفصالها رسميا عن النجم تامر حسني، ووقوع الطلاق بينهما بعد زواج دام 12 عاما. وقالت بسمة عبر حسابها على إنستغرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ذاك لم ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير، آمين يا رب. ومن جهته وجه تامر حسني رسالة لبسمة عبر حسابه على إنستغرام أيضا، قال فيها: وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير. عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والسند الصديق وفي حفظ الله. باسم ياخور ورنا الحريري. تناقلت مواقع إخبارية عربية أنباء عن انفصال الفنان السوري باسم ياخور عن زوجته الكاتبة رنا الحريري، مشيرة أن الانفصال تم من فترة بعيدا عن وسائل الإعلام بهدوء ورقي، دون أي تصريحات من الطرفين، وليس حديثا كما أشار البعض. وبالتزامن مع انتشار خبر الانفصال، حذفت الحريري الصور التي تجمعها بباسم من حسابها على موقع إنستغرام، كما قامت بإلغاء متابعتها له. في المقابل ما زال باسم يتابع رنا على إنستغرام ولم يقم بحذف الصور. ونشرت الحريري عبر خاصية ستوري على حسابها صورة من طائرة وعلقت عليها قائلة: الحياة لا تصبح أسهل، أنت الذي تصبح أقوى. حلا شيحة ومعز مسعود. انشغلت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في الثلث الأول من عام 2023 بخبر انفصال الفنان حلا شيحة والداعية معز مسعود، على الرغم من عدم إصدار بيان رسمي من الثنائي يؤكد صحة الخبر. وما عزز من انتشار أنباء الانفصال بين الثنائي إقدام حلا شيحة في فبراير 2023 على الظهور من دون حجاب في مقطع فيديو عبر حسابها ظهرت فيه مع أبنائها ووالدها. وبعد ذلك حسمت شيحة جدل طلاقها من معز مسعود عن طريق منشور عبر خاصية ستوري في حسابها على إنستغرام، كتبت فيه: هل تعلم ماذا حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟ أصبحت حرة. ويشار إلى أنه على الرغم من إقدام حلا على حذف صورها القديمة مع زوجها وأولادها، إلا أن معز ظل يحتفظ بصورة له معها ويتابعها على إنستغرام بعد إلغائه كل المتابعات من حسابه، لتكون حلا الوحيد ضمن قائمة متابعيه. غدير الفهد وحيدر الفيلي. على قدر ما أثارت الفنانة الكويتية غدير الفهد ضجة كبيرة قبل أسابيع قليلة من زواجها من الشاب العراقي حيدر الفيلي، على قدر ما أثارت ضجة أخرى عند طلاقها منه بعد أسبوعين من الزواج فقط. فعند إعلان زواج الثنائي انصدم الجمهور بسبب المؤخر الضخم الذي كتبه لها زوجها المقيم في فنلندا،
إذ قدم لها مهرا عبارة عن كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو، أي ما يعادل $1,078,000,000. وتم تداول فيديو حينها للمأذون وهو يقرأ بنود العقد، والذي بدا مصدوما وهو يقول أن المهر كيلو ذهب عيار 21، ثم اندهش وهو يقرأ عبارة مليار يورو مؤخر، فالتفت ناحية العريس ليتأكد، فوافق العريس وتم توثيق قيمة المؤخر. ولكن بعد هذه البلبلة التي أثارها الثنائي، صدم الفيل الجمهور عند إعلانه خبر طلاقه من غدير الفهد. إعلان الانفصال جاء في منشور للشاب العراقي عبر حسابه على التيك توك، قال فيه: لقد تم الطلاق بيني وبين السيدة غدير بصورة ودية وبالتراضي، وذلك لعدم الانسجام والتوافق بين الطرفين، وأتمنى لها حياة سعيدة بدوني. حاتم عمور وهند التازي. أكد الفنان المغربي حاتم عمور الأخبار المتداولة خلال الفترة الأخيرة حول انفصاله عن زوجته ومديرة أعماله هند التازي، وذلك خلال حلوله ضيفا في البرنامج الإذاعي مومو شو، والذي يقدمه المنشط محمد بوصفيحة الملقب بمومو. وفي أول تعليق له على الأخبار المنتشرة، رد حاتم عمور قائلا: أنا حاليا أعتبر عازبا، لكننا لم ننفصل بعد قانونيا، مؤكدا أن قرار الانفصال نهائيا، ومتمنيا التوفيق لزوجته السابقة. وفي المقابل التزم الثنائي سابقا الصمت، ولم يؤكدا أو ينفيا الخبر، مفضلين بدء إجراءات الطلاق في سرية تامة. والجدير بالذكر أن زواج الفنان حاتم عمور من هند التازي استمر لأزيد من 14 سنة وأثمر عن طفلين، وتعتبر هذه الأخيرة زوجته ومديرة أعماله في آن واحد، حيث ساهمت بشكل كبير في نجاحه وتألقه طيلة السنوات الماضية. حسن شاكوش وريم طارق. حالة من الجدل أثيرت بعد انتشار خبر طلاق حسن شاكوش من ريم طارق، وذلك بعد مرور 55 يوما فقط على زواجهما، عقب حفل زفاف أسطوري تصدر الترند وقتها لعدة أسابيع. ومن جانبها أعلنت ريم طارق عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام أن الطلاق جاء بعد أن قام بطردها من منزلها في منتصف الليل، واستولى على المنقولات الزوجية، كما أنه اعتدى عليها بالضرب. وكشفت أيضا أنه حاول الصلح معها في البداية بعد أن حررت محضرا في قسم الشرطة، لكنها رفضت، مطالبة إياه بالطلاق واسترداد المنقولات. ومن جانبه كشف شاكوش أن سبب الطلاق هو زواج ريم من قبل، دون أن تخبره عن تلك التفاصيل. ابتسام العروسي وعبد الواحد مجاهد. بعد 6 سنوات من الزواج الذي أثمر عنه طفل واحد بعمر 2 انفصلت الفنانة المغربية ابتسام العروسي عن زوجها المخرج عبد الواحد مجاهد، وتم الطلاق في سرية تامة بمحكمة الأسرة بمدينة تمارا المغربية. ودخل كل من العروس ومجاهد المحكمة متخفيين، حيث كانت الممثلة المغربية تضع قبعة رأس سوداء ونظارات شمسية، متفادية لفت انتباه الحضور المتواجد أمام المحكمة. وحسب مصادر مقربة من الطرفين، زعمت مجموعة مواقع صحفية أن سبب الانفصال راجع للخيانة المتكررة من طرف المخرج عبد الواحد مجاهد. والجدير بالذكر أن الثنائي لم يعلن عن انفصالهما بشكل رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لمح عبد الواحد مجاهد عن ذلك بحذف كل الصور التي كانت تجمعه بابتسام على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
علا غانم وعبد العزيز لبيب. بعد 6 سنوات من الانتظار، أصدرت محكمة الأسرة بقصر النيل قرارا نهائيا يقضي بقبول دعوى الخلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها الثالث عبد العزيز لبيب بسبب وجود خلافات زوجية بينهما. وفي وقت سابق اتهمت الفنانة علا غانم زوجها بالاستيلاء على 450 ألف دولار من أموالها، والتي حصلت عليها من شركة التأمين بعد أن تعرض الفندق الذي اشترته في الولايات المتحدة لأضرار شديدة. هبة عبوك وأشرف حكيمي. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك حول طلاق الفنانة هبة عبوك ونجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي أشرف حكيمي. وقررت الممثلة التونسية الليبية هبة عبوك الانفصال عن زوجها والدخول في إجراءات الطلاق، وذلك بعدما وضعت شابة فرنسية شكوى اتهمت فيها اللاعب المغربي بالاعتداء الجنسي. ويذكر أن الفنانة هبة وقعت أمام مفاجأة صادمة عند دخولها في إجراءات الطلاق، وذلك بعدما اكتشفت أن ثروة زوجها بأكملها كانت باسم والدته، وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير جذري في شروط أي تسوية محتملة للطلاق. ومن جهتها كشفت هبة عبوك أن طلاقها جاء بعد غياب الحب الذي بني عليه الزواج أصلا، وأنهما في الفترة الأخيرة كانا يعيشان كغرباء تحت سقف واحد. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.